السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيت اليوم ندير معكم واحد الكيكه غير بحبه بيض، وحنا درنا قوجه سنيمه كيما راكم تشوفوا. وهذه الكيكه يا البنات تقطر بالبنه، صراحه هايله وتجي مشمخه حتى للقلب. جميع وحده داقتها عندي عجبتها يا البنات، دقتوها عندي اعطوني رايكم. درتها بالكراميل وشوكولا وبحبه بيض يا البنات. شوفوا واش درت، وصفه تاع نهار اليوم جد اقتصاديه ومقاديرها موجودة في كل مطبخ. شوفوا الله يبارك كيفاش مشمخة حتى القلب، وبنينة بنينة بنينة تهبل. نتمنى الفيديو ان شاء الله تاع نهار اليوم ينال اعجابكم. تبعوا معايا الوصفة الاخر نتعرفوا على مقادير الوصفة. بسم الله. عندي كاس سكر، كاس حليب، وكاس زيت. عندي حبة بيض، لافاني، وزوج خميره كيميائيه. حط حبه البيضيه الاولى مع الزيت والسكر، ونجيبو الباتور ولا تحبوه بالفوي. طلعت مليح هذاك السكر والبيض، ومن بعد بديت نضيف لهم في الحليب لهنا يكون دافي باش السكر تاعي كامل يذوب. نبقى نطلع فيهم لهنا نضيف لهم الكاكاو. ولمسة تاع دارين دايما موجودة في الوصفات تاعي، لازم كل ما ندخل للمطبخ تجي توقف عند راسي وتحب تعاوني. ربي يحفظها لي وربي يحفظ لكم بنياتكم. لهنايا درت كاس من الفارينة، ونضيف عليه زوج اكياس من خميرة الحلويات، ودرت زوج مغارف من الكاكاو. نبقى نطلع في لاجينواز ولا في الكيكه تاعي حتى ينسجموا لي كامل المكونات. نجيب لهنا بلا يدخل الفوغ، دهنته بالزيت، ونجي نفرغ الخليط تاعي كامل، نسوي السطح تاعو وندخلو للفوغ يطيب، يعني يشف لي من التحت، ومن بعد نشعل عليه من الفوق يدي تحميره تكون مليحه. نسوي السطح كامل باش ما تجيش جهه طالعه وجهه حاطه. نعطيه وش خبطات ملاح، ولا هنايا ندخلو للفرن مباشره. في نخلو الكيكه تاعنا طيب ونجي نحضروا الكراميل. لهنا عندي كاس تاع كراميل، ذوبته وحضرت كاس ونص حليب الكاس فرغته يعني بلا ما نضيف له حتى حاجه، ونصف الاخر ضفت له يعني ملعقه من المايزينا. نبقى نخلط فيها حتى تولي لي بهذا القوام، يعني تولي تعقد تتماسك. في هذه المرحله نحيها ونجي لهنايا ندير لها كاوكاو ولا جوز، يعني واش عندكم في الدار، وتقدروا حتى ما ديروا لها والو. لأنا وهي سخونه خرجتها من الفرن، نثقبها ونفرغ عليها زوج كيسان حليب. جات مشمخه يا البنات، جات تهبل. درت لها الحليب ما درت لها الشربات باسكو اني عندي لها الكراميل والشوكولا، والكراميل والشوكولا حلوين، والكيكه تاعنا راه فيها السكر حلوه. يعني درت لها الحليب باش الذوق تاع يعني الكيكه تاعنا تجي متعادله، ما تجيش حلوه بزاف. لا بعد ما يعني يشرب لي هذاك الحليب كامل، نجيب نفرغ الكراميل، نسيت نفرغه كامل على الكيكه تاعي، ونخليه يشد روحه شويه واحد 10 دقائق ربع ساعه. وجبت لهنايا يعني شوكولا، ضفت لها شويه حليب وشويه كاوكاو، وضفتها كطبقه اخيره. دوك نمشي كامل هذيك الشوكولا على الكراميل. تقدروا هذه المرحله تستغناو عليه، تخلوا غير الكراميل. انا الكراميل هنا كانت مازال ما شفتليش مليح، سي بوغ سا شوكولا شغل عذبتني شويه. نتوما خلوا الكراميل حتى تنشف مليح باش تضيفوا عليها الشوكولا. وكتزيين اخير عندي الفويتين درتها يعني كتزيين فقط، تحبوا تخلوها هكاك لكم الاختيار. نجيو لهنا نقسموا الكيكه تاعنا وتشوفوا القوام تاعها يا البنات تشهي. شوفوا كيفاش راهي مشمخه حتى ما قدرتش نرفدها، جات بنينه جات مشمخه الله يبارك، جات شاهي. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تجربوها يا البنات، خاصه اذا كانوا عندكم ضياف، ولا كيما دوكا الولاد تاعنا راهم يقراو في الاختبارات. هذا واش يليق لهم. انا ولادي يحبوا بزاف الحلو، ماما كل يوم الحلو نشري لهم. قلت خلي ندير لهم هكا كيكه كبيره تشد المعلقه اليومين.
هاي ليك. شوفوا نقسموا، شوفوا الله يبارك كيفاش مشمخه، صدقوني جات ذوق رائع وما كليتهاش وحدي، مديت منها لحباباتي. نتمنى ان شاء الله وصفتي تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم. طبعا اللي عجبته الوصفه يدير لي جامي، خلي لي كومنتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى. مع السلامه.